سادة محبي الدوري المصري، أهلا بكم. ماتش بعنوان كتيبة الأهلي تقتحم حدود الحرس بصعوبة والاعتماد على الكروس والسكند بول. الشوط الأول ولحد الدقيقة 75 الأهلي بيعتمد على الكروس بول في الملعب، من نص الملعب على الأطراف، وبعدها عرضيات أو كروس بول من نص الملعب وبتتقطع بعد كده الكورة أو بتنزل يستغلها اي لاعب من لعيبه الاهلي في العمق بسكند بول. الكلام ده حصل في 3 اهداف بتوع الاهلي. الهدف الاول جه نتيجه ان تريزيجيه لعب كروس بول بطول الملعب لحد طاهر اللي نزلت بالخطا من المدافع، قابلها جراديشار، جول. الهدف الثاني كروس بول تاني لعبها تريزيجيه من نص الملعب للطرف الشمال اللي كان ساعتها موجود مرعي، استغلها وخد منها ضربه جزاء. الهدف الثالث جمله اتلعبت وتريزيجيه راح بيها، جاب الكره في العارضه، استغلها في السكند بول ياسر ب3 اهداف. استمر الشوط الاول ولحد ما وصلنا للدقيقه 53 بنفس الكيفيه بنفس الطريقه لحد ما تعادل فريق حرس الحدود. بعد ما الفريق حرس الحدود تعادل ولحد الدقيقه 75 اكتشف كابتن عماد النحاس انه بيلعب من غير رقم 8 ومن غير رقم 10. نص الملعب لو شفنا الماتش هنلاقي نص الملعب الهجومي للاهلي فاضي، اللعيبه كلها في حضن المدافعين للحرس، ولعيبه نص الملعب بعيد عن لعيبه خط الهجوم. يعني ديانج ومروان بيلعبوا 6 في ظل انك مش محتاج اصلا انك تلعب 2-6 في ماتش حرس الحدود ما كانش بيمثل عليك خطوره. بعد ما اكتشف ان مهام الوظيفيه بتاعه سواء تريزيجيه او الشحات مش عارفين يقوموا بدور لا 8 ولا 10، في تغييرات حصلت. بن شرقي نزل، واحمد رضا اللي نزل تحديدا في مركز 8، وعبد القادر نشطت نص الملعب، وكان في شكل مختلف للنادي الاهلي في نص الملعب من بعد الدقيقه 75، وراح بهجمات ولكن ما اسفرتش غير عن هدف واحد. تحديدا احمد رضا كان دوره مختلف، غير شكل الملعب لان هو 8. طب ما انت عندك 8 تلعب بيه من الاول، ما لعبتش بيه ليه اصلا؟ يعني تريزيجيه اثبت انه ما بينفعش ينزل في نص الملعب، تريزيجيه لازم يلعب في الطرف، وكمان حسين الشحات ما ينفعش ينزل في نص الملعب، لازم يلعب برضه في الطرف. فانت كده بتخسر مركزين، وبتخسر كمان غير المركزين الادوار بتاعه المركزين. طيب من الدقيقه 79 او من الدقيقه 76 فريق حرس الحدود خارج الخدمه تماما. فريق حرس الحدود من بعد ما جه فيه الهدف الثالث التمركز والضغط ما بقاش موجود في محاوله للحصول على هدف التعادل، ولكن ما قدرش. ملخص المباراه: الاهلي راح بهجمات خطره على الحرس ب8 فرص، استغل منها 3 ب3 اهداف، والحرس راح ب4 فرص، استغل منها فرصتين بهدفين. مباراه نتيجتها لا تعبر عن الحقيقه لانها اقل من المتوسطه. تحس ان الهجمات كلها كانت عشوائيه، ما كانتش هجمات منظمه. سؤالي لكابتن عماد النحاس: ليه بعد الدقيقه 75 بدات تكتشف انك نص الملعب بتاعك ما فيهوش مهام رقم 8 ورقم 10 اللي هم يوزعوا اللعب يودوا الاطراف؟ يعني كان اولى ان احمد رضا من البدايه ينزل. لا تريزيجيه ولا الشحات بيعرفوا يعملوا مهام لا 8 ولا 10. تاثيرهم الهجومي غير فعال تماما، غير في الاطراف. سؤال تاني: محمد هاني مستواه من ماتش للتاني من سيء لأسوأ. يعني النهارده الهدف الاولاني بسببه كوره قدامه وفي حوزته كان ممكن يطلعها اوت، يرجعها لشوبير، يرجعها لياسر، كرة اتقطعت منه واتعملت 1-2 بعرضيه جول. الشوط الثاني كوره جت من ناحيته، لعيب من بسهوله جدا رقصه بسهوله وشاط الكوره جنب العرض. كوره ثانيه جت بانفراد من ناحيته لولا شوبير صدها. سؤال ثالث: كابتن محمد شريف لا تمركز صح ولا استغلال الفرص ولا شوط صح. يعني مواصفات المهاجم
انت مش موجوده تقريبا. يعني النهارده في 3 4 كور انا يعني مش عارف ازاي ضاعوا منك. شابوه، شابوه لياسر ابراهيم، مروان عطيه بيلعبوا بروح بقوه بقتاليه، وشابوه لاحمد رضا اللي كان بيلعب النهارده تحس ان هو نازل يقول انا المفروض ما اقعدش بره. بصراحه فعال، نزل نشط نص الملعب، رقم 8 ممتاز، بيلعب في مركز 8 بكل مهام مركز 8. هو يعني وبن شرقي، بن شرقي النهارده في افضل حالاته. يمكن بن شرقي في الفتره دي الماتشين اللي فاتوا دي افضل فترات بن شرقي مع النادي الاهلي من ساعه ما جه. معانا اول حاله اللي استمرت كتير قوي طول المباراه، كروس بول وترد السكند بول يلحقها زي جراديشار كده جول. الحاله الثانيه واللي استمرت 75 دقيقه لحد ما نزل احمد رضا، نص الملعب دايما فاضي. يعني هنا مثلا الكره دي كان المفروض حسين الشحات ينزل يقوم بمهام دور 8 او يقوم بمهام دور 10، انه يستلم كره يوزع. نص الملعب دايما كان بيبقى فاضي بالشكل ده